السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في قناة يلا كورة. السنغال تقسو على راقص السامبا برباعية وتصريح من ساديو ماني بعد نهاية المباراة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أسود السنغال يقسو على راقص السامبا برباعية في مباراة ودية جمعت الفريقين، وتصريح خطير لساديو ماني بعد نهاية المباراة قال فيه: صرح ساديو ماني في مؤتمر صحفي بخطاب شديد اللهجة وقال: كلنا نعلم جيدا إمكانيات لاعبي منتخب السنغال، فنحن فريق يملك العديد من المهارات، فنحن لدينا أقوى حارس مرمى في العالم ومجموعة لاعبين محترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، وتغلبنا على منتخب البرازيل أمر طبيعي، فنحن قبل ذلك أقصينا منتخب مصر مرتين وفزنا بكأس الأمم الأفريقية على حسابهم، وكذلك تأهلنا إلى كأس العالم على حسابهم أيضا. وأنا أعلم أن أغلب المصريين يشككون في قدراتي ويظنون أني أكره محمد صلاح وأحقد عليه، ولكن هذا الأمر ليس حقيقيا، وأنا ومحمد صلاح تربطنا علاقة جيدة وحب متبادل، وأتمنى له التوفيق مع الليفر، وأنا أيضا سعيد بتواجدي مع فريقي وأجتهد لكي يطور من نفسي أكثر من ذلك. نرجو أن تكونوا استمتعتم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة